الله يسعدكم يا حبايب قلبي، فين اللايك على الفيديو، فين الاشتراك في القناة، فين تفعيل الجرس، عايزة اسمع صوته وهو بيعمل تررين تررين. يلا بينا ندخل نشوف القصة معانا بتقول ايه. اللي انا بعت الرسالة وان شاء الله انا عندي يقين انك هتشوفيها. شفتها والله اهو، هرد عليك ان شاء الله. بيقول لي انا حاسس ان خطيبتي مش عاوزاني مع اني بحبها قوي واتمنى لها رضا ترضى واديها فلوس، وهي بتحب الاكل قوي وعلى طول بجيب لها الاكل اللي هي بتحبه. هي اولا عندها 25 سنة وانا عندي 28 سنة. أنا خطبتها خطوبة صالونات وما كنتش أعرفها، بس دلوقتي بقيت متعلق بيها أوي، وهي الصراحة جميلة جدًا، 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 وعينيها حلوة أوي. الله! ده أنا حبيتها، ده أنا من وصفك عليها أنا حبيتها، إيه ده في إيه؟ ما علينا. ولمّا باروح عندها وأقعد بس جنبها كده دي بالدنيا وما فيها. يا سلام! فين خطيبتك تسمع الشعر ده عليها؟ بس في مشكلة معايا صغيرة قد كده. جينا بقى للمشكلة اللي قد كده دي. المهم بيقول لي حاسس إن هي مش عاوزاني وإنها مغصوبة عليَّ، أنا متطوع في الجيش وهي بتقول لي أنا ما باحبش الناس اللي متطوعين في الجيش، كده بتقولها لي في وشي. يعني معنى كده إيه؟ معنى كده إيه، إن هي عايزاني أبعد عنها يعني والّا إيه، والّا هي مش عايزاني في وشها تاني أصلًا؟ المهم أنا باعتبرها طفلة بالنسبة لي. طفلة ليه؟ دي عندها 25 سنة، يعني أنسة حلوة أهي. ما باخدش بكلامها ده أصلًا. يعني إيه ما بتاخدش بكلامها يعني، ما مش تاخد بكلامها، هتاخد بكلام مين يعني، واحد صاحبك؟ وباقول كده الأيام هتعدّي وهي هتكبر وهتعقل من نفسها. لأ مش هتعقل من نفسها. المهم إني حاسس إن هي مش عاوزاني، بتتلكك لي على الصغيرة قبل الكبيرة، ومش عارف أعمل معاها إيه دي. آخر مرّة اتخانقنا مع بعض فعلًا سابتني، وكانت خلاص بترجّع الحاجة لولا إني بعتّ أهلي وفضلت أكلم اخواتها كتير أوي لحد ما رضيت ترجع لي. ليه بس ده كلّه يعني، ليه يعني ده كلّه؟ ما علينا، بس برضه لسه زي ما هي ما بتحبش تكلمني كتير، ولو كلمتني المكالمة آخرها مثلًا 10 دقايق، وباحس كده في صوتها ونظراتها إنها بتقول لي ابعد عني. وأنا مش عارف أعمل إيه، أنا باحبها أوي، 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 ومش عايز أسيبها خالص ومش عارف أعمل إيه. وباقول بكرة وبعده لمّا تعرفني أكتر وأكتر هتحبني. وأنا برضه مش عايزة أسيبها وباحبها أوي وخايفة أبعد عنها. مش عارف أعمل إيه، انصحيني بالله عليكِ أعمل إيه؟ أنصحك تعمل إيه؟ أنت بتقول لي مش عايزة أبعد عنها وأنا هاقول لك ابعد عنها. فهي مش عايزاك من أولها، فأنت خلاص دام هي مش عايزاك من الأول ما تاخدش التجربة يعني، ما خلاص هي مش عايزاك فخلاص بقى ما تكمّلش معاها. في 100,000 بنت تتمناك، وما دام هي مش عايزاك من الأول ما تغصبهاش أنت على نَفْسك، يعني أنت ما تفرضش نَفْسك عليها وما دام هي مش عايزاك. وهتلاقي منها معاملة مش حلوة، هتلاقي منها تكشيرة، هتلاقي منها تلاكيك زي ما بيحصل. فبلاش، بلاش نتجنب ده كلّه. ممكن لا قدّر الله ممكن تكلّم حد أو بتاع، يعني إحنا بنفترض ما دام هي مش عايزاك من الأول الخطوبة، فإيه اللي يخلّيك تكمّل مع واحدة أصلًا مش عايزاك ومش قابلاك من الأول؟ فلأ، العلاقة دي ما يصحّش إنها تتم مثلًا ما دام هي مش عايزاك من الأول. فخلاص انهي بقى الموضوع، قُل لها خلاص يا بنت الناس، وزي ما أنت حبيتها أكيد إن شاء الله هتحب غيرها. وما دام مع أول خناقة والّا تاني خناقة بعتت لك الحاجة بتاعتك اللي أنت كنت مشتريها لها أو الكلام ده كله بدأت ترجّع لك في حاجتك، يبقى هي فعلًا يا ابن الناس ما بتفكّرش فيك ومش عايزاك وممكن تكون فعلًا مجبورة عليك. فأنت بلاش ت ت تفرض نَفْسك عليها وسيبها براحتها خالص، ومش نصيبك، هي مش نصيبك وأنت ما تزعلش. يعني أنا باقول لك الصراحة وباقول لك نصيحة أخت الأخ يعني. أنت كإنك أخويا فأنا بانصحك. ابعد عنها وسيبها في حالها وخلاص. وإن شاء الله لمّا ربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تستاهلك، ما تحاولش ترمي نفسك على حد مش عايزك، علشان بعد كده ما يحصلش منه تصرفات مش هتعجبك. فلأ، بلاش من الأول خالص، من الأول إحنا بنبقى شايفين الصورة واضحة، بنعمل نفسنا مغيبين عن العالم تمامًا. لأ، وبعد كده هي هتتغير، بعد كده هي هتحسن من نفسها، بعد كده هي هتعقل. لأ، ما فيش حاجة زي كده هتحصل. ما توهمش نفسك بحاجة مش هتحصل. فبلاش من الأول خالص. أنت قُلت لي عايز نصيحتِك، فأنا بانصحك لوجه الله وباقول لك لأ، ما تكمّلش في العلاقة دي. برضه يا جماعة احكموا وقولوا لي رأيكم في التعليقات إيه، وانصحوه برضه هو كأخ ليكم. واللي عنده أي مشكلة يبعت لي المشكلة بتاعته على صفحة الفيسبوك بارُد على كل الرسايل، وكمان أي تعليق هنا على اليوتيوب بارُد عليه، وباعمل على كل التعليقات بتاعتكم كلّها قلوب، وبارُد عليكم. هتوحشوني للقصة الجاية. ما تنسوش بقى اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يعمل تررين تررين. يلا باي باي.